عشبة من عند العطار السحرية المعجزة في علاج التجاعيد وعلاج التسبغات. ان شاء الله غتجيبي هاد العشبة من عند اي عطار قريب لك، وغادي تبيضي لي اختي الوجيه ديالك، المناطق الحساسة، عندك تجاعيد عنيدة مستحيلة ما خليتي ما جربتي في الوصفات الطبيعية العادية وحتى حاجة ما نفعتك فيهم، ولا السيرومات ولا الكريمات. فاليوم جبت لكم احسن وصفات ديال العشبة، يعني كما كنسمي انا العشبه المعجزه في تدمير التجاعيد وفي المحو والمسح ديالها ان شاء الله نهائيا وللابد. وداع المكياج وداع الفوندوتان، هاد الوصفه البنات غتغير حياتكم للافضل وللاحسن. وحرفيا البنات غادي تبانوا ان شاء الله شابات في سن العشرينات مهما تجاوزتوا من العمر، حتى وان تجاوزوا ان شاء الله 60 سنه من عمركم او 70 سنه. فهاد الوصفه لا يعلى عليها البنات. كنجربها ونعاودها اللي ما لها من طبيعه الحال من منافع ومن مزايا. وبسم الله على بركه الله البنات ندوزوا للطريقه ديال التحضير والطريقه ديال الاستخدام والاستعمال طبيعه الحال. المهم البنات، اول حاجه غادي نحتاجوها هي اننا غنحتاجوا العشبه ديال اكليل جبل اولا عشبه الازير. شوفوا البنات الشكل ديالها هو هذا. هذا هو الشكل ديال هاد العشبه، هذه معجزه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. كما قلت لكم البنات كتجبد البشره، كتعالج التسبغات، كتعالج التجاعيد، كتعالج كذلك البنات النمش والكلف، الحبوب، اي مشكل ولا اي عيب كان في الوجيه ديالك في المناطق الحساسه فعليك بهاد العشبه هذه. حنا في المغرب تنسموها باكليل جبل اولا الازير، وانتم خليو لنا الاسم ديالها في التعليقات لتحت باش نستافدوا ان شاء الله نعرفوها بجميع الاسماء. اللي في مصر، اللي في الجزائر، اللي في تونس، وفي يعني من اي دوله انت كتنتمي ليها كتبي لنا الاسم ديال هذيك العشبه باش ان شاء الله نستافدوا جميعا. فكما قلت لكم البنات غادي نحتاجوا ان شاء الله اكليل جبل اولا الازير. هادو هما جوج الاسماء اللي معروفين عندنا في المغرب. وغنحتاجوا ان شاء الله في المكونات الثانويه الى كميه من ماء ورد او ماء الزهر على حسب الرغبه ولا الاختيار ديالكم. كذلك ان شاء الله غنحتاجوا كميه من النشا او ما يعرف بالمايزينا. عندي هاد النوعيه ديال ايديال فيها 180 غرام. كذلك البنات ان شاء الله غنحتاجوا الحليب باودر ولا الحليب غبران نيدو، حليب مجفف. غادي نحتاج معكم ان شاء الله الشوفان او الخرطال. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني دائما على التجبات ديال البشره، النفخ ديالها، بزاف ديال المشاكل يعني كيواجهوها كذا النساء ولا البنات، يقول لي اختي شنو المكون اللي نبقاو نخدموا به. فننصحكم بهذا، دخلوه في الروتين الاسبوعي ديالكم ولا اليومي. هذا الشوفر كيتصاوبوا به حتى غسول طبيعي غير من دارك، كيتصاوبوا به لي شامبو، كيتصاوب بهم الصابون، كيتصاوب بهم كذلك لي ماسك بحال هذه الوصفه هذه ديال الازير. يعني راه غزال غزال غزال، نصحكم به وباش يطبقوا وتدخلوها البنات في الروتين سواء اليومي الاسبوعي كيف ما كان. مهم خدمي بالشوفان ولا الخرطال راه لا مثيل له. وما البنات هذا هو الشكل ديال الشوفان. فكما قلت لكم البنات نحتاجوا الشوفان اللي كيكون طبيعه الحال هكذا حبوب، وكتشدوه وطحنوه مزيان وتنيلوه. وكذلك ان شاء الله غادي نحتاجوا كميه من الكركم اولا الخرقوم البلدي، باش هكذا اللي عنده شي خطوط ولا شي نمشو كلف ولا تبرقيع ولا اي مشكل عندك عليك بالكركم، ولكن تكون الجوده عاليه ديالو. شنو المقصود ديالنا به؟ المقصود هو خرقوم عواد كيطحن باش كيكون فريش بجميع الامتيازات ديالو ان شاء الله التجميليه. هذا هو باش كتعرفوه مزيان. المهم البنات هذا هو الخرقوم، ها هويا هذا هو الشكل ديالو. فكتاخذوا منه كميه وكتخدموا به ان شاء الله في الوصفات ديالكم. المهم هادشي اللي كاين. كما قلنا البنات غادي نحتاجوا الخرقوم، غادي نحتاجوا الشوفان، غنحتاجوا الحليب بودر، غادي نحتاجوا النشا والماء ورد بطبيعه الحال، وغادي نحتاجوا لاكليل جبل اولا الازير. هادو هما المكونات ساهلين البنات، ساهلين ساهلين ساهلين. ولكن هاد الوصفه راه طالما الحمد لله كنجربها ونعاودها لانها زوينه ولانها فعاله، خصوصا في هاد العشبه البنات راه المنافع ديالها كثيره. راه واخا نبقى نهضر عليهم يعني ما شاء الله في الفيديو كامل ما نوفيش الحق ديال هاد العشبه ديال اكليل الجبل اولا الازير. المهم هنايا غادي ناخذ معلقه هكذايا ديال يعني كما كنقولوا ليه حنايا اكليل الجبل اولا الازير. نديروا واحد شويه هكا ما ورد وكنعاود نزيد هكذا. المهم شوفوا نتوما يعني البنات اللي كيقولوا لي والكميه شحال. فالكميه البنات صراحه تبقى اختياريه على حسب واش كثيره اولا قليله. شوفوا نتوما ها هي جوج معالق، المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه، وممكن تزيدي حتى الثالثه والرابعه على حسب. شفتوا؟ من بعد البنات غادي نبدا كنضيف معكم النشا او ما يعرف بالمايزينا.
بالنسبه لبنات الكميه ديال النشا ولا المايزينا فكتبقى حتى هي اختياريه، قليله او كثيره، المساله كتبقى راجعه لكم نتوما. وكتبداو تجمعوا. ها نتوما حبيتي شوفوا اللون تبارك الله ديال الوصفه كيفاش داير بداك اللون الملكي الاخضر. دابا البنات غنضيفوا كميه ديال الحليب بودر. هاد الوصفه راه فيها كل شيء، يعني كما كنقولوا فيها علاج جميع المشاكل، كتضربوا عصفورين بحجره واحده. فنصح بها العريسات لانها دواء كذلك للجسم، كتصفيه كتبيضو، كتبريمه، يعني فحال التبريمه المغربيه كما كنقولوا حنايا، يعني فيها كل شيء. ها انت اختي فيها ضفنا دابا ليها الحليب بودر، ضفنا النشا. دابا البنات غادي نضيفوا ليها الخرقوم اولا الكركم. ودائما لا طالما في ما هضرت على شي خرقوم ولا شي كركم تنقول لكم في الفيديو، تنقول لكم شوفوا البنات الخرقوم خذوه عواد من عند العطار ويطحنوا لكم ودوه فريش بجميع الامتيازات ديالو التجميليه والمنافع ديالو بطبيعه الحال، وخدموا به الوصفات الطبيعيه. هذا كيبقى احسن اختيار، فهمتوني؟ يعني شي حاجه واحده اخرى راه ما كاينش، كذب عليكم كذاب. المهم غادي ناخذوا هنايا ما غنكثرش، انايا غندير غير شويه، 4 معلقه ولا نص ولا، المهم كميه على حسب الاختيار ديالكم. شوفوا اللون والشكل. من بعد غادي نضيفوا الشوفان اولا الخرطال اللي غينفخ لكم الوجيه ديالكم، غيجبدوا، مهم كيعالج جميع المشاكل. وخصنا بطبيعه الحال البنات نخلطوا جيدا، يعني اي مكون البنات ضفناه نخلطوه مزيان مزيان. المهم دابا غنضيفوا الشوفان اولا الخرطال اولا الخرطال، يعني الشوفان ولا الخرطال كنضيفوا منه ملعقه بحال هكايا. نتوما حبيباتي شتو الشوفان اولا الخرطان بعد ما كتضيفوه الوصفه البنات كتصبح جاهزه للاستخدام. ما شاء الله شوفوا اللهم بارك وزيد في ذلك، اللون الشكل القوام الريحه، عرفتوا ريحه اكليل الجبل. بزاف ديال الناس بحكم ما كيخدموش بزاف فما عارفينش الريحه ديالها، عرفتوا الريحه ديالها كتحمق وكتهبل، الريحه ديالها لهباليه البنات، ريحه زكيه، ريحه منعشه، رائحه يعني كتحمق، وكما كنقولوا كتحمقي تشميها في شي تبريمه مغربيه. ف اللي غنقول لكم البنات مني غتجربوها غتوليو مدمنين عليها ان شاء الله. سهله وبالمكون الاساسي اللي هو اكليل الجبل. هكذا البنات راه كتجيب اللون الاخضر، شوفوها انا هنايا ما خليتهاش يعني عاقده وما خليتهاش جاريه، فهي دابا هنايا بقوام متوسط. الا بغيتيها جاريه زيديها الماء ورد او ما زهر، بغيتيها عاقده زيديها اكليل الجبل هكذا مطحون مزيان مزيان ونيليه باش يولي بحال الحنه ولا بحال السدر، يعني يكون مطحون على حقوقكم ما يبانوش لك فيه الكريات ولا الكتل. وكديرها اختي في شي بواطه، وملي كتمشي للحمام ولا كتمشي لادوش ولا غير كاع في دارك كتطبقيها من راسك حتى لرجليك، يعني وجهك، العنق، اليدين، تحت البيطان، بين الفخاذ، كوعين، المرفقين، المهم اي منطقه البنات كتطبقوها عليها، تخليوها 30 دقيقه حتى كتنشف، ومن بعد كتبداو تغسلوها ولا تفركوها وبالصحه وبالراحه. اختي هاد الوصفه البنات كنديرها انايا تقريبا البنات كنديرها 3 مرات في السيمانه. وفي الاول خصوصا انت بحكم اول مره غتجربيها فيستحسن ويفضل انك ديريها يوميا، نهار بعد نهار نهار بعد نهار، هكذا بطبيعه الحال كتعطي نتيجه وريزلت احسن.
فديريها كما قلت لكم البنات يوميا المده ما بين 3 ايام حتى 5 ايام، بعد عاد بقيت ديرها ما بين 2 3 او 4 او 5 في السيمانه على حسب. لانه مثلا بزاف البنات يقول لي علاش كتقولي على حسب؟ على حسب تنقولها لانه كاين وحده عندها مشاكل كثيره فخصها 5 المرات، كاين وحده عندها مشاكل قليله خصها غير مره، كاين وحده عندها مشاكل قل خصها غير 2 مرات. يعني ما يمكنش البنات نبدا نحكم ونبدا نقول لكم مره او 2 او 3 او 4 او 5 او 6، فهمتوني؟ يعني دائما الوقت كيبقى راجع ليكم نتوما. شوفوا يعني شوفوا نتوما شنو غادي يناسبكم شنو ما غاديش يناسبكم. فهذه هي الطريقه ديالي انايا باش كناخذ هاد المسائل هادو بعين الاعتبار. يعني مره او 2 مرات او 3 المرات كناخذهم على حسب المشاكل اللي عندي، باش ما كانوا مشاكل كثيره باش ما كان وقت طويل، باش ما كانوا مشاكل قليله باش ما كان وقت قصير. دابا غندوز معكم لنقطه مهمه، وهي بزاف ديال البنات كيسولوني على الترطيب. تيقول لهم مورا مثلا هاد الماسك ولا هاد الوصفه ديال اكليل الجبل اولا الازير اشنو ممكن باش ممكن يعني نرطبوا الكوغ ديالنا. فانا غنبارطاجي معكم البنات واحد الكريمات اللي زوينين، الثمن ديالهم رخيص بزاف البنات. جربتهم تقريبا هذه واحد 3 شهور وزياده. اول كريمه نبدا لكم به هو هذا البنات ديال اللوز ب5 ديال الدراهم. نصدمكم في الثمن لانه فريمون ثمن البنات رخيص بزاف. ففيه 250 ml 0% في البارابين، فيه لي فيتامين، وكتجي فيه 20 ml مجانا. غزال ما عندي ما نقول عليه، ريحته كتحمق يا البنات. شوفوا عرفتوا القوام الشكل الريحه كل شيء زوين. ها هو باللوز. تاني واحد هذا بالجليسيرين، ها هو البنات. وكاين الاخر اللي بالكوكو، ها هو يا في هو 250. يعني هادو كاملين زوينين، كاملين كيحمقوا، كاملين كيهبلوا. وكاين واحد اخر بالورد، غير هو البنات قاديتو صراحه داك تاع الورد، فيه الورد بريحه مجهده وانا تتعجبني ريحه الورد، فداكشي علاش قاده ليا. ولكن راه هادو كما قلت لكم بثلاثه بهم، لا ديال اللوز لا ديال الجليسيرين لا ديال الكوكو، كلهم البنات مجرباهم. ولا تاع الورد تا هو البنات مجرباهم. بيدري القريعه من ورا لا دوش كدهني التركيبه ديالهم امنه. المهم كتاخدي واحد شويه كتطبقي على لوكوغ ديالك. بطبيعه الحال البنات فين ما حسيتي بلابو ديالك نشفات مورا لا دوش، المهم في اي وقيته فحاولي ترطبي لوكوغ ديالك باش دائما يبقى مرطب، ما تحسيش كما كنقولوا حنايا بالجفاف، لانه الجفاف موراه كيجيو التجاعيد، ولا جاو التجاعيد بطبيعه الحال كيبداو الترهلات. الله يعطيكم الصحه. دائما الترطيب باي كريم باي زيت. دابا غنبارطاجي معكم واحد الكريمات البنات اللي هما زوينين. هما كريمات ماشي حليب، انا نوريهم لكم. اول كريمه البنات هذا بالليمون، الثمن ديالو شويه زيد على الاول، عاد 10 دراهم 10 دراهم الكريم. وكاين تاني واحد هو هذا بالجليسيرين، ها هو جليسيرين كريم اصلي، وهذا بالليمون. قوامهم زوين، ما عندي ما نقول البنات. هما عاقدين، شوفوا خاطرين غزالين كيحمقوا. كل حك كتجي فيها البنات 200 ml، ها هي مكتوب 200 ml. وهذا بالجليسيرين تا هو فيه 200 ml. المهم ما عندي ما نقول عليهم، زوينين فعالين رائعين صراحه الله. ف يعني الا بغيتو حتى هما راه ممكن بطبيعه الحال تخدموا بهم، سواء الحليب او لا هاد الكريمات هادو. شوفوا نتوما الحاجه اللي غتسلكم بطبيعه الحال هي اللي غتخدموا بها اكثر. وهذا ما كاين البنات بالصحه والراحه. وبالنسبه للوصفه البنات اي تساؤل عليها اي اقتراحات، نسيت واحد الحاجه مهمه، هي طريقه التطبيق بطبيعه الحال مهمه. راه البنات خليت لكم دي فيديو فيهم طريقه ديال التطبيق ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك. طريقه التطبيق كتحمق يا البنات. كما قلت لكم اكليل الجبل طحنوه مزيان وخليو لنا الاسم ديالو في الدول اللي كتنتميو ليها، بحال مصر والجزائر وتونس وليبيا والعراق والى اخره من الدول. ها انتم البنات شوفوا هذا هو القوام، هذا هو الشكل ديالو. فبصحه وراحه حبيباتي. المهم اي تساؤل اي استفسار خليوه لنا تحت في لي كومونتير، ان شاء الله راه كنجاوب للجميع. وبطبيعه الحال البنات اللي كيخليو لي اقتراحات سواء الوصفات الشيب ولا وصفات التبييض ولا اي وصفه كناخذها بعين الاعتبار وكنقيدها عندي. وبطبيعه الحال كل وحده كتوصل لها نوبتها وكنطبق معها ولا كنشارك معكم بطبيعه الحال داك الفيديو اللي بغيتو، اللي كان تحت طلبك انت يا اختي اللي كتفرجي فيا دابا. فكوني مشتركه في القناه وضغطي على زر اللايك لهذا لا فيديو، بارطاجي لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء باش ان شاء الله تعمل فائده للجميع. وصل هذا لا فيديو ان شاء الله لعدد كبير 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 يعني من البنات وتوصلهم المعلومه. وخصوصا بحال هاد التبريمات بحال هاد لي ماسك بحال هاد الوصفات، يعني كتبغيهم اي وحده هكذايا تبقى
طبقهم الجسم ديالها وتبيض بهم اختي لو كور ديالها، لانه ما تهلتيش في راسك راه ما كاينش اللي يتهلا فيك. فبالصحه والراحه، ونتلاقى معكم في فيديوهات مقبله. بسلام عليكم.